تستمعون الآن إلى برنامج قضايا إريتريا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي راديو سلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج قضايا إريتريا. في هذه الحلقة المباركة سنناقش إن شاء الله حول موضوع العصبية القبيلية أو العصبية القبلية، حكمه شرعا وضرره وكيفية علاجه بمشيئة الله تبارك وتعالى. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الدكتور حسن بن محمد سلمان، المعروف الداعية والشيخ الفاضل، والمعروف لا يعرف. إخوة الكرام، بسم الله نبدأ في هذه الحلقة الكريمة، ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد. أيها المستمعون الأكارم، لا يخفى عليكم أن الإسلام قد جاء بالحنيفية السمحة، وجاء أيضا بالعدالة والمساواة بين المجتمعات، ولم يفرق الإسلام بين عربي ولا عجمي، وبين أحمر ولا أسود، وجعل الميزان الذي ترفع به الدرجات عند الله تبارك وتعالى هو التقوى. دعونا أيها الأحبة في هذه الحلقة نلقي الضوء على التعريف اللغوي للعصبية القبيلية، وكيف جاء على هذه البشرية وما هي أضراره. فندخل الآن في التعريف للعصبية القبلية أو القبيلية، وكلاهما لغتان صحيحتان. قبل ذلك نرحب بضيفنا الدكتور حسن سلمان، ومرحبا وأهلا بكم في هذه الحلقة. أهلا ومرحبا وأهلا بالمستمعين والمشاهدين. أهلا بك شيخنا. حياكم الله شيخنا، مرحبا فيك وسهلا. نجد أن هذا الموضوع مهم جدا للغاية في ربط أواصر الأخوة والمحبة بين المسلمين، وفي المساهمة للرفع بين الأمم وعلاج قضايا كبيرة، فكان لابد منه التذكير ودعوة الناس إلى المحبة وإلى ربط أواصر الأخوة، وكذلك الحذر من الفرقة والشتات. جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم: ثنتان في الناس هما بهم كفر، الفخر بالأحساب والنياحة على الميت. شيخنا الكريم، نرجو منكم إلقاء الضوء في التعريف اللغوي والاصطلاحي حول هذا المفهوم الذي ينبغي لنا أن ننتبه منه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أولا شكرا لهذه الاستضافة في راديو سلام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا ويوفقنا في تجلية هذا المفهوم، وأن يجعلنا ممن يرتقون بوعي مجتمعاتهم وتدينهم وثقافتهم. يقال بأن الإنسان في حياته على الأقل ذات الطابع السياسي والاجتماعي يمر بمشكلتين. المشكلة الأولى هي المشكلة السياسية، وهي لها علاقة بالإنسان مع السلطة، والمشكلة الثانية هي المشكلة الاجتماعية، وهي علاقة الإنسان بالإنسان. فكلما كانت العلاقة قائمة على الاحترام، قائمة على التقدير، قائمة على المحبة، قائمة على الود، قائمة على التعاون، على التناصر، على التعارف، كلما كانت على الأقل زالت المشكلات الاجتماعية، وصار الإنسان في أحسن ما يكون من الناحية الاجتماعية. واعتقد أن الموضوع يقع في صلب المشكلة الاجتماعية، يعني قضية العصبية، قضية العنصرية، قضية القبيلة، التعصب لها، نصرتها على الباطل، هذا كله يندرج في نهاية المطاف ستؤدي إلى إشكالات في العلاقات البينية بين الإنسان والإنسان. ونحن نتعامل الآن بهذا الشكل، يعني في النهاية كلكم لآدم وآدم من تراب، فبنو آدم جميعا هم من الإنسانية، وبالتالي
أي مشكلة تقع بين شخصين فهي مشكلة ذات طابع علاقة إنسان مع الإنسان. نأتي إلى مسألة القبيلة أو القبلية، ودعنا نفرق بين القبيلة وبين القبلية. يا سلام. أي نعم. يا سلام. لأن القبيلة يعني هو عبارة عن أواصر اجتماعية ذات طابع نسبي، فكل من التقى مع مجموعة من الناس في نسب واحد يشكلون في النهاية قبيلة، وتتدرج على كل لتصل إلى قبيلة نفسها في مجموعة أشياء، يعني مثلا العائلة أو الأسرة، العائلة، الأفخاذ، العشائر، كذا إلى أن تصل إلى القبيلة. وفي النهاية هي عبارة عن حالة جامعة لمكون رابط على الأقل نسبي بين الناس. وهذا في إطار الشرع يقع ضمن منظومة ما يعرف بقاعدة الجعل وليس قاعدة الخلق. فالله ما خلقنا قبائل ولا خلقنا شعوب، ولكن جعلنا قبائل وجعلنا شعوب، وهذه مسألة مهمة جدا في التصور الإنساني. يا سلام. ما الفرق بينها؟ الفرق بينها أن الله سبحانه وتعالى قال خلقنا من ذكر وأنثى، فالخلق له علاقة بالكينونة، له علاقة بتعريف الإنسان في كينونته وفي كيانه، أننا نحن مخلوقين من ذكر وأنثى. تمام. حركة التحول في الإنسان وتعامل الحياة يؤدي به في النهاية مع التطور، يؤدي به إلى أن يتكون في شكل أسر، يتكون في شكل مجموعات، يتكون في شكل قبائل، ثم يتكون في شكل شعوب. تمام. فهذه تخضع لقانون الجعل. قانون الجعل الأصل فيه أن يتعامل الناس اختيارا وينداحون اندياحا، فما في إشكال، لأن هذا من آيات الله، ولا يتم فيها أي تدخل سلطوي. قانون الجعل أنت لا تصهر الناس صهرا في القبائل، لا تصهر الناس صهرا في الشعوب، لا، هي حالة طبيعية يصل إليها الإنسان بشكل طبيعي. طيب، ده إذا كان حالة الخلق أن الله سبحانه وتعالى أنت ككائن بشري وإنساني مخلوق من بشر من ذكر وأنثى. إذن على مستوى أصل الخلق ليس هنالك تفاوت. تمام. ليس هنالك تفاوت. طيب، جميل. نأتي إلى هذا إذا كان من حيث الأصل والقبيلة تعريف نسبي اجتماعي يمكن للناس أن يتطور بشكل طبيعي ليصل في النهاية من أسرة إلى قبيلة إلى مجتمع إلى شعب، ثم الشعب نفسه الإسلام يقود نحو الأمة. تمام. وهي عبارة عن تكتل الشعوب مع بعضها البعض على أساس رؤية كلية تتشكل معه الأمة. طيب. فالأمة المفهوم الأقصى والأبعد فيما يتعلق بالتصور الاجتماعي. تمام. الذي يهمنا في حلقتنا هو الجعل. أي نعم، جعلكم. فمسألة الجعل أن الله سبحانه وتعالى جعلنا شعوبا وقبائل. تمام. والجعل هو حركة سيرورة كما يقال، سيرورة في إطار الزمن، وفي علم الاجتماع تؤدي بنا من أسرة إلى قبيلة إلى شعب. طيب، هذا على مستوى لماذا جعلنا شعوبا وقبائل؟ لماذا جعلنا بهذا التصور؟ نعم، ما الفائدة؟ هذا سآتي إليه، لكن طيب. دعني أجيب على جزئية القبلية. طيب. كيف نفرق بين القبيلة التي هي ضمن منظور الجعل مقبولة؟ لماذا؟ لأنها سنصل إليه أن آية من آيات الله. يا سلام. أنك أنت جعلنا شعوب، جعلنا قبائل، جعلنا جعلنا مجتمع، هذه آية من آيات الله. ليس هنالك مشكلة في هذا الجانب. أين تكمن المشكلة؟ تكمن المشكلة في أننا نحول هذا الجعل إلى نوع من التعالي بالباطل والتشبث بالقبيلة وتحويلها من حالة اقتضاها الله سبحانه وتعالى كما قال لتعارفوا، جعل غاية القبلية أو غاية القبيلة وغاية الشعب أن يكون هنالك تعارف. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، حدد الغاية منها لتعارفوا. يا سلام. وكلمة لتعارفوا طبعا بعض الناس يظنون أن القضية هي أنه أنا أعرفك وتعرفني، لا، قضية التعارف تبدأ بأن تعرفني وأعرفك، لكن تبنى عليها بعد ذلك حركة تجارة، حركة مصالح، حركة كده. يعني ليست هي قضية فقط إنه لا، المعرفة تقود إلى إيه؟ إلى التعامل يقود إلى التعاون يقود إلى إدارة المصالح. فكأنما الله سبحانه وتعالى يقول والله نعم جعلناكم هذا التنوع وهذا نعم ليكون هنالك بينكم نوع من التعارف، ولكن هذا التعارف تبنى عليه كثير من المصالح الدنيوية. لكن تأتي المشكلة في مسألة القبلية وليس في القبيلة. فالقبيلة كل المجتمعات موجودة فيها قبيلة، كل المجتمعات موجودة في أسر، موجودة فيها شعوب، هذه ليست مشكلة في ذاتها. لكن عندما تأتي مثلا مجموعة من الناس وتحمل منظومة من المفاهيم، منظومة من التصورات قائمة على الأوهام وليس على الحقائق، فتزعم بأنها الأفضل،
إما أنها الأفضل لونا، أو الأفضل عرقا، أو الأفضل ثقافة، أو الأفضل طبقية، أو الأفضل كجذور تاريخية، أو الأفضل جهة، إنه والله إقليم مقابل إقليم. تتشكل هذا النوع من التعالي وزعم الأفضلية لتبنى عليه بعد ذلك استحقاقات. هو ليته فقط اكتفى بأنه هو الأفضل، لا، هو مجرد ما زعم أنه أفضل منك أو أفضل من الآخر، قبيلة أفضل من قبيلة، شخص أفضل من شخص، إقليم أفضل من إقليم، مجموعة أفضل من مجموعة، مباشرة خطورتها تكمن في علم الاجتماع زعم وادعاء الاستحقاق. إيش هذا الاستحقاق؟ أني أنا أفضل منك إذا أنا أحكمك، أنا أفضل منك ترضى بقيادتي، أنا أفضل منك تخدمني، أنا أفضل منك أنا أكون سيدا عليك وأنت تكون إيه؟ طيب بلا شك أن هذا باطل، لكن قولكم شيخنا الكريم بأنها وهما. نعم. ألا يوجد في بعض القبائل أنها فعلا قد يكون قد وهبها الله تبارك وتعالى بعض الأمور كالشجاعة مثلا، أو كالمال مثلا، كالوجاهة مثلا، كقبيلة قريش، فخذ بنو هاشم. نعم. كان لديهم الرفادة. نعم. وبنو مخزوم كان لديهم السقاية. نعم. أنا أتوقع في تصوري الإشكال ليس في كون الله سبحانه وتعالى وهبهم بعض النعم، ولكن الإشكال كونهم هم يفرضون الاستحقاق بناء على هذا. صحيح. على هذه النعم. نعم. ما رأيكم؟ أحسنت. هي فعلا كما تفضلت، يعني الأفضلية الله سبحانه وتعالى فضل بعض الناس. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل عمران وآل إبراهيم على العالمين. يا سلام. فهنالك اصطفاء، هنالك تفضيل، وسنة الله سبحانه وتعالى في الخلق خاصة فيما يتعلق بالنبوة والرسالة فيها هذا الجانب، ليس هنالك مشكلة. ولكن لم يجعل الله سبحانه وتعالى هذا الجانب جانبا للاستعلاء، لأن الله عز وجل نفى أصلا عن عباده إرادة العلو في الأرض. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فأن الله وهبك علما تواضع به، وهبك مالا تصدق به، وهبك شجاعة قاتل بها في سبيل الله، أنصر بها المستضعفين. انظر كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الخصائص الإيجابية تتحول إلى إيه؟ إلى عنصر إيجابي في نصرة الدين ونصرة القيم الفاضلة. لكن بمجرد أن تتحول هذه الأشياء إلى أمور شريرة فيكون أول من تسور بهم النار ثلاثة. أن يتحول العالم إلى إرادة الدنيا بعلمه، يتحول الشجاع إلى إرادة الشهرة بشجاعته، يتحول صاحب المال إلى أن يكون مشهورا يقال له كريم بين الناس. فهؤلاء مثلا أخطر. فإذا وجد قبيلة ما نعم اشتهرت مثلا بالشجاعة واستخدمت شجاعتها هذه في الباطل، نعم، فتحاسب عند الله سبحانه وتعالى، ولكن تحمد ويكون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، فهنالك خيار من الناس بأخلاقهم، خيار من الناس ولذلك بعض الصفات يهبها الله سبحانه وتعالى. وزع الناس الله كما وزع الله الأخلاق كما وزع الأرزاق. فبعض الناس تجدهم كرماء، بعضهم تجدهم شجعان، بعضهم تجدهم حلماء، بعضهم تجدهم فصحاء، كل إنسان جميل. الله سبحانه وتعالى. حتى ننتقل من هذه الجزئية دكتور حسن. نعم. باختصار، ما الفرق بين القبلية والقبيلية؟ الفرق بينهما. القبيلية قد تكون نسبة إلى قبيلة، يعني شخص انتسب إلى قبيلة فقد يكون هذا قبيلي مثلا، أنه من قبيلة فلان. طيب. لكن القبلية هو تحويل هذه الحالة من الانتساب إلى نوع من التعصب للقبيلة على أساس الباطل. ولذلك أفضل ما أجده في هذا الجانب هو ما عرفه بها النبي صلى الله عليه وسلم. قيل له يا رسول الله ما العصبية؟ نعم. قال العصبية أن تنصر قومك على الباطل. نعم. وقيل له يا رسول الله أيكون من العصبية أن يحب الرجل قومه؟ قال ليس من العصبية أن يحب قومه، ولكن من العصبية أن ينصرهم على الباطل. فأنت حب قومك، وهذه طبيعة فطرة في الإنسان يحب أسرته، يحب أبنائه، يحب قومه، يحب شعبه، هذه فطرة ليس فيها إشكال. لكن لا تحول هذه إلى أن تجعل قبيلتك، تجعل شعارك هو هل أنا إلا من غزية، إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد. لا، هذه تقريبا هي الجزئية التي يجب أن الله إليكم. مستمعي الكرام، فاصل وسوف نرجع إليكم في النقطة الأخرى، حكم الإسلام حول العصبية القبلية. أبقوا معنا ولا تكونوا بعيدين.
لم يكن رخبي الإعلام بزهان أفولي زمن أوان استولد زي كونس أبز حلفو زمانات ناي حج زلو سلطانن من رخبي بزهان زي عبلولو زمن أي نبرن كابز تبقيسا راديو سلام بخلو ناي بزهان من رخبتات بمقدي معبلات راديو ديجيتالاوي ساتلايتن ناي كتتافنوي مدرخاتن اندرويدن كمون حفشاوي مدلوات زينا دمتن اتونن كوينا ኣብ ጉዳይ ኤርትራ እትግደስ መርበብያ ን24 ሰዓት ብዘይ ምቁራጽ ብቋንቋ ትግርኛን ዓረብኛን መደባታት ፍኑ ራድዮ ሰላም ንመላእ ሕብረተሰብ ኤርትራ ዘስተምህርን ምስ ኩሉ ጉዳያቶም ዝዋሳእን ሰላም ክሰፍንን ንቕሓት ክሕድስን ይዋሳእ ብኩሉ ኤሌክትሮኒክ መገድታት ብመገዲ ማዕበላት ራድዮ ዲጂታላዊ ሳተላይትን ኣቢሉ ይፍነው ዕላማና ሰላምን ምክኣልን ተጻዋርነትን ሓቢርካ ናይ ምንባርን ክሰፍን ይሰርሕ ናይ እስልምና ክብረታት ሞራልን ጽቡቕ ባህላዊ ክብረታትን ምዝርጋሕ ናይ ጓል ኣንሰይቲ ክብረትን ኣብ ሕብረተሰብ ዘለዋ ዓብይ ግደ ብምዃኑ ብጉዳያን ጓል ኣንሰይትን ኣቁልዑትን መንእሰያትን ከምኡውን ዕድመ ዝደፍኡ ፍሉይ ምክንኻን ክግበረሎም ይጽዕር ንሃገራዊ ምዕባለ ምሕጋዝን ዓረብ ቋንቋ ምስትምሃርን አንጻር ድኽነትን ድንቁርናን ምቅላስን ራድዮ ሰላም በዚ ዘስዕብ ናይ ብዙሃን መራኸበታት ድሮፈኑ ጀሚሩ ኣሎ ብሳተላይት ናይልሳት 12687 ፍሪኩዌንሲ ይፍነው ብመገዲ አንድሮይድ አፕልን ብመርበብ ኢንተርኔትን ሰላም ሚዲያ 61.com ይፍነው ብኩሉ መገድታት መራኸቢ ብዙሃን ይፍነው ራድዮ ሰላም ንሰላምን ንሲንትን تستمعون الآن إلى برنامج قضايا إريتريا. السلام عليكم. رجعنا إليكم أيها الإخوة لنستكمل موضوع حلقتنا حول قضايا إريتريا، التعصب القبلي، حكمه وكيفية علاجه. تحدثنا مع شيخنا وضيفنا الدكتور حسن سلمان حول المفهوم اللغوي للقبلية والقبيلية، واستفدنا أن القبلية لا حرج فيها أن ينتسب الإنسان إلى قبيلته، وهذا من ضمن آية من آيات الله تبارك وتعالى. أما القبيلية هي التي تؤدي إلى التعصب وتؤدي إلى الإعانة على الباطل، فهذه التي الآن سوف نناقش حكمها شرعا مع شيخنا الكريم. نجدد ترحيبا بكم دكتور حسن. وما حكم العصبية القبلية في الإسلام باختصار بذكر بعض الأدلة من الكتاب والسنة، الله يحفظكم إياه. من خلال ما ذكرناه من أن المراد بالعصبية هي نصرة الإنسان قومه على الباطل، وكيف أن الإسلام حرم هذا النوع، بمعنى أنه كل ما يؤدي إلى الظلم سواء في ذاته أو كان وسيلة إليه فهو محرم. فالذي يكون نصيرا لأخيه على الظلم فهو ظالم، والذي يكون بنفسه ظالما فهو ظالم. والظلم محرم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية على أي حال وفي أي مجتمع وتحت أي ذريعة. يعني لم نجد أن الله سبحانه وتعالى أباح الظلم بأي حال. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي فيما يروي عن ربي، يعني الله سبحانه وتعالى يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فالأصل الأول الذي ننطلق منه في منع العنصرية والتعالي القبلي والتفاخر بالأنساب والأحساب والطغيان على الخلق هو أنه ظلم، وكفى أن يأتي الإنسان يوم القيامة وهو يحمل ظلمه. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما، فمن حمل ظلما فإنه يكون خائبا والعياذ بالله. وهذه الجزئية الأولى. الجزئية الثانية نلاحظ بأن مسألة العنصرية القبلية والتعالي القبلي هو نوع من انتكاس الفطرة، هذا أخطر ما فيه. يعني الفطرة أن تتعامل مع أخيك بأنه أخ، وأنت لا تفترقون في شيء، فأنت من آدم وهو من آدم، أنت من حواء وهو من حواء، وبالتالي الفطرة أن تراه مثلك ولا ترى لنفسك عليه مزية. وبالتالي عندما يكون هنالك استعلاء هو انتكاس في الفطرة. والشريعة جاءت لعودة الناس إلى الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها
لا تبديل لخلق الله. فالفطرة التي خلقوا عليها أنهم كلهم لآدم، وآدم من تراب، لا فرق لعربي على عجمي ولا عجمي عليه. الفرق الوحيد الذي يكون بالاكتساب عن طريق التقوى. فإذا هذه الجزئية الثانية. الجزئية الثالثة، وهذه خطيرة جدا، بالإضافة إلى أن القبلية والعصبية تؤدي إلى انتكاس الفطرة، إلا أنها أيضا تؤدي إلى انتكاس في مفهوم التوحيد. في مفهوم التوحيد، وهو أن التصور الإسلامي قائم على فكرة الخالقية والعبادية أو العبودية. الخالقية لله، السيادة لله، الملك لله، العلو لله، فهو رب الناس وهو ملك الناس وهو إله الناس كلهم. كل ما عدا ذلك فهم مخلوقين سوى الله، يعني هم مخلوقين من الله سبحانه وتعالى، وهم أمام خلقه سواء، فالعبادة له، كلنا نحن أمام فعندما يأتي إنسان يستعلي على الآخرين اللي هم نوع من الخلق مثله، فإنه بطبيعة الحال خدش في توحيده، وخدش في تصوره لمسألة العبودية والخالقية، وكأنما والعياذ بالله خفية أراد بالعلو في الأرض والاستكبار أن ينازع الله في خاصية من خصائصه. هذه أخطر ما فيها. وبالتالي مهم جدا، أنا أقول ليست القضية كما يتصورها الناس بأنه والله هي عبارة عن مسائل جزئية فقط، لا، قد تصل بك إلى خلل في توحيدك لله. ولذلك أستسمحكم في المقاطعة دكتور حسن. نعم. ذكر الله سبحانه وتعالى فرعون في مقام الذنب، فقال إن فرعون علا في الأرض. وكان من العالين. وكان من العالين. نعم. وجعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة. صحيح، لأنه زعم العلو وزعم الكبرياء، واستضعف الآخرين بحجة أنه هو أفضل منهم. وكذلك قومه. ولذلك يعني نحن لما ذكرنا بأن المسألة خطورتها تكمن انتكاس الفطرة وخلل في التصور الديني في مفهوم التوحيد، هو من هذه الزاوية. ولذلك الله سبحانه وتعالى قد يتسامح في كثير من الذنوب، لكنه لا يتسامح في التكبر. سبحان الله. قضية التكبر، الكبرياء له وحده. ومن يأتي يوم القيامة وفي قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة. ولذلك أيضا تابعوه قومه، يعني قومه تابعوه قومه في هذا الاستعلاء، كانوا معه، فقالوا أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. نعم. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم صحيح. قاهرون. هذا كان منبعه بأن القبطيين أفضل وأحسن من بني إسرائيل. ولذلك انظر إلى هذه الفكرة. يعني سبحان الله لما يقول ابن القيم مبدأ كل علم نظري وعمل اختياري الخواطر والأفكار، خطورة فكرة أنك تحمل بذرة العلو على الخلق مصيبة كارثية في الاجتماع والسياسة. يعني أنت ابتداء في عالم الاجتماع تحتقره، تحتقر هذا الشخص. مجرد ما احتقرته ستبيح لنفسك حق ضربه، حق اغتصابه، حق أخذ ماله، حق أن تسيء إليه ولا ترى حرج، قد تصل والعياذ بالله في النهاية إلى حق قتله. ولذلك كان العقوبة الشديدة على فرعون وقومه. نعم. فاستخف قومه فأطاعوه إنه كانوا قوما فاسقين. نعم. فلما آسفونا انتقمنا. صدق. وهذا ليس ببعيد على كل قبيلة نعم. تفتخر على أختها بغير حق أن يهلكها الله سبحانه وتعالى. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين ونمكن لهم. نعم. يا ريتك تعلق على هذه يا شيخ. نعم. علق على هذه. هي على كل سبحان الله، يعني فكرة أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وبيده الأمر كله، وهو الذي ينظر إلى الخلق كلهم، من المتعالي، من المتكبر، من المتقطرس، من المتواضع، من الذي مر بحالة استضعاف. فمن سنن الله سبحانه وتعالى في المستضعفين أيا كان، مستضعفين دينيا أو مستضعفين اجتماعيا، أن الله سبحانه وتعالى يجعل لهم يوما تكون لهم الغلبة، تكون لهم الغلبة وتكون لهم الرفعة، ويمكن الله سبحانه وتعالى لهم. ولذلك الله سبحانه وتعالى كما ذكرت أنا فكرة التوحيد قائمة على رفض القبلية، هذا النوع التعصب القبلي والاستعلاء مرفوض. النقطة الثالثة على قضية التوحيد وعلى وحدة الخلق والإنسانية، أننا كلنا لآدم، وعلى مسألة رفض الظلم، تتأسس قاعدة مهمة جدا في الإسلام، وهي قاعدة الأخوة. يا سلام. إنما المؤمنون إخوة. سنأتي إليها. أي نعم. طيب إذن الخلاصة نعم. بأن التعصب القبلي نعم. يؤدي إلى الظلم. نعم. ويؤدي إلى انتكاس الفطرة. نعم. ويؤدي إلى منازعة الله سبحانه وتعالى في وصف من صفاته وهو العلو والاستكبار. نعم. وعليه فيعتبر التعصب القبلي كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. قد تؤدي بالإنسان إلى الهلاك والدمار، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلامة. طيب
هذه القضية من حيث التحريم دكتور حسن نعم. قد بينها الإسلام في الكتاب والسنة، وطبقها النبي صلى الله عليه وسلم محذر قومه منها. نريد تسليط الضوء، ما هي الأساليب التي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم في القضاء على هذه على هذه القضية التي كانت موجودة في العرب قديما؟ فكان الرجل يحارب الرجل الآخر من أجل أنه قد هجا قبيلته أو شيء من هذا القبيل، وكذلك كانوا لا يزوجون القبائل الشريفة من القبائل مثلا الضعيفة. كيف عالج الإسلام هذه القضايا، وكيف انتزع هذه الأمور الغير جيدة من قلوب الناس؟ ولو أردنا إجمالا أن نقول كيف عالج الإسلام هذه الظاهرة، يمكن أن نعود إلى أمرين أساسيين. الأمر الأول تنقية الفطرة، هذه مسألة مهمة جدا، كيف أن الناس تنقى فطرهم، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. ومسألة الفطرة أهميتها عندنا في التصور الإسلامي أنها سبحان الله تنسجم مع أصل التكليف، ليس هنالك تكاليف جاءت على خلاف الفطرة. فالنقطة الأولى التي نبه إليها الإسلام هو أن يستعيد من خلال التوحيد ومن خلال التشريعات، يستعيد مفهوم الفطرة ونقائها وسلامتها، حتى لا يكون هنالك من يطغى، شخص يطغى على شخص، قبيلة تطغى على قبيلة، من حكم الفطرة. استعاد أول مفهوم. تمام. والعرب سبحان الله كانوا على هذه المسألة يعني أخذوا حظا. النقطة الثانية التصور الصحيح للدين، أيضا التصور الصحيح للدين هذا ساعد في تقديري، خاصة ما ذكرناه الآن من قضية التوحيد، ما ذكرناه من قضية تحريم الظلم. لكن هنالك مسائل ربما أشار إليها أو يعني فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وكان حازما فيها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما تساهل مطلقا مع أي شكل من أشكال الاستعلاء القبلي أو محاولة النزاعات القبلية. فمثلا لما يصدر من أبي ذر عليه رحمة الله، وهو من هو في الإسلام وقام من قامات المسلمين، لما يصدر منه لفظة بسيطة تجاه بلال، وهو من قبيلة عظيمة تسمى غفار. نعم، هو من غفار، وطبعا غفار معروفة. فإذا به يقول كلمة لبلال توحي فيها نوع من العنصرية. فانظر النبي صلى الله عليه وسلم انحاز مباشرة للقيمة ولم ينحاز إلى الصاحب، لم ينحاز إلى الصاحب، مع أن أبو ذر يعني مدحه النبي صلى الله عليه وسلم ومن أوائل من أسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. إنا لله وإنا إليه. انظر سبحان الله كيف أولا، هذه مسألة مهمة، كيف تعامل القائد مع الحالة، كيف تعامل الجندي أيضا مع الحالة. يا سلام. القائد تعامل معها بصورة واضحة، لم يتساهل، وهذا مطلوب من كل سلطة أنها لا تتساهل مع هذه الظواهر. يا سلام. أنها ليس ظواهر بسيطة قد تؤدي إلى احتراب، وهذه سأتيها في قضية العلاقات بين الأوس والخزرج. تمام. لكن كيف تعامل الصحابي الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أنا في جاهلية، أنا ما دخلت إلا إزالة هذه الجاهلية، لا زلت فيها بقية. أي نعم فيك بقية. فيذهب ويضع خده تحت بلال، يقول له والله إلا أن تضع هذا الخد التي نطقت بأنك ابن السوداء. ويترفع ذاك الصحابي اللي هو بلال، لأنه كلهم رباهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رباه على التواضع والاعتذار والتوبة إلى الله، وهذا رباه على العفو عند المقدرة. والنبي صلى الله عليه وسلم مثل قيمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وألا يتسامح في مثل هذه الظواهر التي ظواهر ننظر إليها بأنها بسيطة، لكن ربما كلمة أشعلت حربا. نعم. ربما كلمة أشعلت حربا. يا سلام، الحقيقة كلام ممتع لا يشبع منه، وهناك أمثلة ومواقف كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، كتزوجه عليه الصلاة والسلام تلك المرأة المخزومية من أسامة بن زيد وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ينتمي إلى الموالي والعبيد، وهذه شريفة. وهذه أيضا أحد الصور العظيمة التي قضى عليها النبي صلى الله عليه وسلم على الظاهرية القبيلية. مستمعي الكرام، فاصل وسوف نعود إليكم حتى نستكمل النقاش معكم.
يكن رخبي الإعلام بزحان أفولي زمن وان نستولد زي كونس أبز حلفو زمنات ناي حج زلو سلطانن من رخبي بزحان زي عبلولو زمن أي نبرن كابز تبقيسا راديو سلام بخلو ناي بزحان من رخبتات بمقدي معبلات راديو ديجيتالاوي ساتلايتن ناي كتتافنوي مدرخاتن اندرويدن كمون حفشاوي مدلوات زينا دمتن اتونن كوينا ኣብ ጉዳይ ኤርትራ እትግደስ መርበብያ ን24 ሰዓት ብዘይ መቆራጽ ብቋንቋ ትግርኛን ዓረብኛን መደባታት ፍኑ ራድዮ ሰላም ንመላእ ሕብረተሰብ ኤርትራ ዘስተምህርን ምስ ኩሉ ጉዳያቶም ዝዋሳእን ሰላም ክሰፍንን ንቕሓት ክሕድስን ይዋሳእ ብኩሉ ኤሌክትሮኒክ መገድታት ብመገዲ ማዕበላት ራድዮ ዲጂታላዊ ሳተላይትን ኣቢሉ ይፍነው ዕላማና ሰላምን ምክኣልን ተጻዋርነትን ሓቢርካ ናይ ምንባርን ክሰፍን ይሰርሕ ናይ እስልምና ክብረታት ሞራልን ጽቡቕ ባህላዊ ክብረታትን ምዝርጋሕ ናይ ጓል ኣንሰይቲ ክብረትን ኣብ ሕብረተሰብ ዘለዋ ዓብይ ግደ ብምዃኑ ብጉዳያን ጓል ኣንሰይትን ኣቁልዑትን መንእሰያትን ከምኡውን ዕድመ ዝደፍኡ ፍሉይ ምክንኻን ክግበረሎም ይጽዕር ንሃገራዊ ምዕባለ ምሕጋዝን ዓረብ ቋንቋ ምስትምሃርን አንጻር ድኽነትን ድንቁርናን ምቅላስን ራድዮ ሰላም በዚ ዘስዕብ ናይ ብዙሃን መራኸበታት ድሮፈኑ ጀሚሩ ኣሎ ብሳተላይት ናይልሳት 12687 ፍሪኩዌንሲ ይፍነው በመገዲ አንድሮይድ አፕልን በመርበብ ኢንተርኔትን ሰላም ሚዲያ 61.com ይፍነው በሁሉ መገልታት መራኸቢ ብዙሃን ይፍነው ራድዮ ሰላም ንሰላምን ንሲኒትን تستمعون الآن إلى برنامج قضايا إريتريا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعي الأكارم، نذكركم بحلقتنا وهي حلقة قضايا إريتريا تعالج العصبية القبيلية في هذه الحلقة المباركة مع ضيفنا الدكتور حسن سلمان. مرحبا بكم دكتور حسن سلمان مرة أخرى. نكمل النقاش حول ما يتعلق به. تحدثنا عن الحكم الشرعي وذكرنا فعلا أن التعصب القبلي يؤدي إلى الظلم ويؤدي إلى الاستعلاء والاستكبار بغير حق، ورأينا كيف عالج الإسلام هذه الأمور، والنماذج حول هذا كثيرة. لولا ضيق الوقت فالحقيقة ذكر النماذج في كيفية علاج هذه القضايا العصبية المقيتة من لدن النبي عليه السلام حقيقة كثيرة جدا. وفي المقابل أيضا كيف أيضا استفاد منها النبي عليه السلام واستغل القبائل في نصرة الإسلام والمسلمين. فهذا هو عليه الصلاة والسلام في غزوة فتح يجعل لكل قبيلة لواء تحمل رايتها وتجاهد في سبيل الله وتنصر دين الله تبارك وتعالى. فما أعظم أن نستخدم القبيلة في نصرة الإسلام والمسلمين، وما أقبحها أن تكون في هدم هذا الدين. بقيت لدينا جزئية مهمة جدا وهي لب وثمرة هذا اللقاء التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختمه بخير، وهو القبائل الإريترية. لو نتحدث عنها في ظل دقيقتين من حيث عددها ومن حيث علاقة بعضها بعضا، وما هي الأمور التي ينبغي أن نعالجها. لا نقول سلبيات، ولكن خلنا نعبر ونقول أمور لا ينبغي أن تكون بيننا. نحن نذكر المرض ثم نذكر بعد ذلك العلاج. فكم قبيلة في إريتريا؟ حياك الله. بس مع أهمية حقيقة هذا الموضوع، لكن في نقطة مهمة جدا سبحان الله يصعب أن نتجاوزها في مثل هذا الموضوع، وهو كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم حجة الوداع استصحب معه أسامة بن زيد وكان رديفه عليه الصلاة والسلام.
كثير من الناس طبعا نظرت إلى ظاهر الأمر في قضية جواز أن يردف النبي صلى الله عليه وسلم وكذا. لكن سبحان الله بعضهم تأمل في هذا الحدث، ولماذا أصر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون رديفه أسامة. أسامة كما تفضلت هو بالنسبة للعرف اللي كان موجود من الموالي. صحيح. وكانت الجاهلية أو العرب في الجاهلية يصعب على الرجل الذي له سمعة له مكانة زعيم قومه أن يردف شخص لا يليق مقامه بمقام. صحيح. فيقال كان الناس يسألون من هذا؟ هذا أسامة بن زيد. أسامة بن زيد المولى يردفه النبي صلى الله عليه وسلم. فيقال في هذه السنة ما حصل من عتق للرقاب بالنسبة للعبيد ما حصل مثلها في تاريخ الإسلام. يا سلام. فانظر كيف أن النبي كان يستثمر كل الأحداث في سبيل أن تتحرر البشرية وأن تذهب من هذه الجاهلية إلى، وسماها الله سبحانه وتعالى حمية الجاهلية. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم عينه قائدا. وكان طبعا في جيش عمر وأبو بكر. يعني لاحظ كانت فيها لفتات كبيرة جدا. يعني نعم. ولذلك مواقف كثيرة. تزويج اللي هي القرشية الهاشمية لزيد. هذه كانت حطم النبي صلى الله عليه وسلم من داخل أسرته، حطم كل ما يتعلق بالمفهوم الجاهلي. هذه مسألة مهمة. النقطة الثانية الأخيرة اللي هو ما يتعلق بالقبائل الأريترية. القبائل حقيقة كثيرة بمسمى القبائل. القبائل الأريترية كثيرة جدا. فمثلا لو جئنا إلى الناطقين بلغة التجري مثلا، ناطقين هؤلاء يمكن يتجاوزون 60-70 قبيلة كقبائل. عجيب. بمسمى القبائل لكن كلهم تجد مثلا تجمعهم لغة واحدة فيسمون مثلا بالتجري. يا سلام. عندنا البلين هي عبارة عن قبيلة تحتها مجموعة أيضا مكونات، ولكن المسمى هو تقريبا البلين وينطقون بلغة البلين. فإذا جئنا مثلا على مستوى اللغة ناطقين باللغة ستجد أن في إريتريا مثلا 9 مجموعات تنطق بلغات مختلفة. لغة التجرينيا ولغة التجري ولغة الساهو ولغة البلين ولغة الحدارب ولغة النارة. من حيث اللغات. ومن حيث القبائل يصلون. أما من حيث القبائل فالعدد كبير. العدد كبير جدا. يعني أكاد أقول يمكن فوق 100. أنا الذي أعرفه على الأقل مثلا فيما يتعلق بقبائل البني عامر والحباب، هؤلاء لا يقلون عن 60 قبيلة بمسميات مختلفة، وكل قبيلة تصل إلى نسب معين بترتيبتها. فتصور ما عدا ذلك، عندك قبائل البارية، قبائل البازا، قبائل الجبرتا، قبائل الساهو وما فيها من مجموعات. أيضا فيها قبائل الساهو نفسها ستجد فيها المنيفري وستجد فيها الحزو وستجد فيها الطروعة. أنا من الأشياء العجيبة اللي تعجبت منها أن بعض قبائل الساهو يعني يجيدون أو ينطقون بلغة التجري بحكم السكن والمساكنة. صحيح. وتلقى تجدها قبيلة واحدة. ولكن الذين يسكنون في مناطق التجري يتكلمون التجري، والذين يسكنون في مناطق الساهو يتكلمون الساهو. فليس في طبعا ذلك ولا حرج أيضا من تمتع كل قبيلة ببعض تقاليدها وببعض ملابسها وببعض أمورها، لا حرج في ذلك. هذا طبيعي جدا، والإسلام لم يتدخل إلا في إطار التنظيم والترتيب. إذا كانت هنالك على الأقل مخالفات معينة يقول لك هذه فيها مخالفة، وما عدا ذلك الأصل في الملابس والمآكل والمشارب والعادات والتقاليد الأصل فيها أنها حلال. ما لم يرد هنالك دليل على التحريم والمنع فالأصل أنها تحافظ على لغتها وعلى لسانها وعلى أشعارها وعلى ثقافتها وعلى تاريخها، ليس في ذلك أي حرج. تمام. نعم. طيب نحن في إريتريا كبقية القبائل التي الموجودة في العالم أصابنا ما أصابها ومر بنا ما مر بها. فتجد مثلا بعض القبائل لا يزوجون ببعض القبائل الأخرى باعتبار أيضا كما قلنا التعالي والاستعلاء. هناك أيضا بعض القبائل يرون أن بعض القبائل هي أقرب ما تكون إلى النصارى، وبعض القبائل الأخرى لا، هي تستحق أن تكون مثلا في الإسلام وبكل كذا. هذه العادات لو تحدثنا عنها قليلا شيخ حسن. نعم. وتمر عليها. هو دعني أول أؤكد على مسألة مهمة جدا بالنسبة للشعب الإريتري. سبحان الله، هذا الشعب الذي يقطن في جغرافيا محدودة، يعني الجغرافيا الإريترية جغرافيا بسيطة، ليست الجغرافيا السودانية الكبيرة أو الجغرافيا الجزائر الكبيرة أو جغرافيا المملكة العربية، لا، بلد من حيث الجغرافيا 120,000 كيلومتر مربع.
يعني صغيرة جدا من حيث الجغرافيا. تمام. ومع ذلك تجد سبحان الله هذا التعدد والتنوع الكبير في اللغات الذي بطبيعة الحال يصحبه تعدد في الثقافات والأعراف يا سلام. أي. لكن ومع ذلك سبحان الله يجمع الشعب الإريتري شيء آخر. يعني هذا الشعب فيه ميزة أخرى وهي ميزة التداخل. يعني تكاد تجد مثلا قبيلة واحدة تمتد في 4-5 مجموعات. يعني تجدها في الساهو، وتجدها في مناطق التجري، وتجدها في مناطق البلين، وتجدها مناطق الساحل. هي قبيلة واحدة وهم يعرفون أنهم متصلون بعضهم البعض. هذه الحالة أنا في تقديري يعني التنوع والتعدد الذي هو مصحوب بحالة من التوحد، هذه مساعدة بشكل كبير في أنه والله هذا الشعب التداخل فيه سهل، ويفترض أن يستثمر هذا الوضع. يستثمر أن والله هذا الامتداد لقبيلة واحدة في أكثر من مجموعة يفترض أن يكون عامل من عوامل التواصل فيما بين الناس والتعارف فيما بين الناس، ويجب أن لا يتحول هذا إلى عنصر للتباعد. فالشعب الإريتري عموما فيه صراحة ميزات كثيرة جدا فيما يتعلق بقدرته على الأقل على الاستيعاب. يعني هذا النوع من التواصل، مجموعة واحدة تكون في أكثر من منطقة، معنى ذلك أن هنالك نوع من التسامح الذي يتقبل فيه الشعب الإريتري الآخر، ما عنده مشكلة. جميل. أي نعم. جميل. طيب نحن في إريتريا ننقسم إلى قسمين من حيث الديانة، نصارى ومسلمين. نعم. المسلمون من حيث القبائل تشملهم هذه القبائل كلها 9 أو 100 التي أنت ذكرتها. نعم. ما الذي يربط أي ما هي الأمور التي تربط المسلمين بعضهم ببعض؟ مثلا رابطة الأرض. نعم. باعتبار إريتريا. نعم. رابطة الإسلام. نعم. مثلا. نعم. ورابطة روابط أخرى أيضا قد لا تحضرني الآن. نعم. تعليقكم حول هذا؟ طيب أحسنت. أولا نحن لو أردنا أن نتعامل بالمنظور الوطني البحت سنلاحظ بأن كلنا تحت الجغرافيا الإريترية، وكلنا شعب مسمى شعب إريتري. المكون المسلم عنده رابطة الدين، ورابطة الدين ستجد معك الروابط الثقافية. يعني مجرد ما دخل الإنسان في الإسلام ستجد أنه عنده مجموعة ثقافية تربطه مع أخوه المسلم في كل المواقع. ستجد أنه مثلا فيما يتعلق بالحلال بالحرام هذه تشكل منظومة ثقافية ودينية. تمام. ستجد أيضا اللغة، مهما تنوعت مجموعاتنا ستجد أن الإنسان مجرد ما تحول إلى الثقافة وإلى الدخول في النخبة الثقافية ستجده تربطه اللغة العربية. طيب أنا كرابط من تصوري دكتور حسن نعم. أن أهم رابطة هي رابطة الإسلام. نعم. في دقيقتين نعم. كيف تحث الشعب الإريتري بقبائله المنتشرة المسلم، الشعب الإريتري المسلم، نعم، ما هي نصيحتكم له في دقيقتين من حيث الترابط الديني؟ أنا في تقدير أول شيء نحن بحاجة إلى تنقية الفطر واستعادة الفطرة السوية. هذه مسألة مهمة جدا. النقطة الثانية علينا بالالتزام بالدين، لأنه لا تجد شيئا يهذب الحالة التي ذكرناها، يحارب الاستعلاء، يحارب القبلية، يحارب العنصرية، مثل سلامة الفطرة والتزام الدين. يعني الله سبحانه وتعالى جعلنا كلنا تقريبا بشر ومسلمين، نشهد أن لا إله إلا الله، تربطنا أخوة الإسلام. وبالتالي أنا أقول قوة المسلمين في الالتفاف حول راية إسلامهم وحول التأكيد على أنهم أمة واحدة وأنهم أخوة. والله سبحانه أكد هذا المعنى، إنما المؤمنون إخوة. لا يمكن نجد شخص من الأشخاص إنه والله يتعالى على أخيه أو يتطاول عليه أو يظلمه. الله قال لك هو أخوك إلا أن تكذب الله. هل ممكن نحصل على السلام والاستقرار في ظل التعصب القبلي؟ من الصعوبة جدا أن نتصور إنه والله في قبلية أو تعصب قبلي واستعلاء قبلي ثم نتصور بأننا يمكن أن نتعايش. فالقبلية كارثة حقيقة على المجتمعات. مستمعي الأكارم، كنا في حلقة ممتعة حول التعصب القبلي مع الدكتور حسن، والكلام ممتع جدا ولكن دهمنا الوقت. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يبارك في هذه الحلقة. أتقدم بالشكر الجزيل إلى الدكتور حسن ضيفي في هذه الحلقة، كما أتقدم بالشكر الجزيل لكم أيضا، وأتقدم لفريق العمل وفريق المونتاج في راديو سلام. أسأل الله تعالى أن يجدد اللقاء بكم مستقبلا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وفي ظلال أعينك شمعة جديدة، وفي ظلال أعينك شمعة جديدة، ما زلت مثل وردة الربيع يا وحيدة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب، من أجل عينيك الحزينتين، من أجل عينيك الجميلتين، يأتي زحفنا، يأتي زحفنا من أقدس الدروب، من أقدس الدروب. يا وردة يعشقها يعشقها أحبتي، يا عليك يا جنة عشت بها عشت بها طفولتي. يا وردة يعشقها يعشقها أحبتي، يا جنة عشت بها عشت بها طفولتي. يا جنة عشت بها عشت بها طفولتي، يا عليك يا أنت يا ضحية الحروب يا أنت. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب، من أجل عينيك الحزينتين، من أجل عينيك الجميلتين، يأتي زحفنا، يأتي زحفنا من أقدس الدروب، من أقدس الدروب. إريتريا